الناجتس من اسهل واحلى الاكلات اللي الولاد بيحبوها واحنا كمان. دايما بعمله وبحطه في الفريزر، بينفعني جدا في الايام اللي اكون مش عايزه اعمل فيها اكل. الولاد بيحبوه جدا، بطلع منه واقلي على طول. يلا اقول لكم عملته ازاي. نص كيلو من الوراك المخليه ونص كيلو من الصدور، ضربتهم كويس جدا في الكبه وحطيت عليهم معلقتين كبار من النشا. البهارات بقى معلقه صغيره من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود والثوم البودر والبصل البودر، ومعلقة صغيرة مليانة من بهارات الفراخ، وربع معلقة من الزنجبيل والكربوناتو، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. عايزة اقول لكم ان البيكنج باودر والكربوناتو بيخلوا الفراخ من جوه طرية جدا 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 وطعمها حلو. دلوقتي بقى هنزل بمعلقة كبيرة من الصويا صوص، دي اختياري بس عايزة اقول لكم بتدي ريحة وطعم بجد تحفة. هقلب كويس جدا. لو الكبة بتاعتكم كبيرة هتحطوا الوراك والصدور بعد ما يتفرموا عليهم البهارات وتضربوهم كلهم سوا. ما ينفعش خالص في الوصفة نستخدم وراك بس، لانها هتبقى طرية جدا جدا، هتحتاج نشا كتير قوي. والصدور بس بتبقى ناشفة جدا، فالاتنين مع بعض بيكونوا حلوين قوي. لو عايزين تستخدموا صدور يبقى هتحطوا كيلو من الصدور عليه نص كوباية من اللبن. دلوقتي شكلتها بمساعدة المية. حطيت ايدي في المية وبعد كده في الناجتس بتاعتي وشكلتها مربع بقى مكعب زي ما انت عايزه. هحطها في الفريزر ربع ساعة. هنعمل بقى الطبقة الخارجية، كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا. البهارات بقى نص معلقة من الثوم البودر والبصل البودر والملح والبيكنج باودر، وربع معلقة من الزنجبيل، وكمان بضاية. الزنجبيل عايزة اقول لكم بيدي طعم وريحة حلوة قوي. حضرت عندي ميه هنزل بيها تدريجي لحد ما الخليط معايا يكون مش تقيل ومش خفيف، وسط، بحيث لما احط الناجتس فيه يمسك فيه على طول. واحنا شغالين كده هقول لكم كذا طريقه نقلي بيها الناجتس. دي واحده من الطرق اللي انا بحبها وبفضلها، بس في طرق تانية بعملها لما بكون مستعجله. هقول لكم كل حاجه. ودلوقتي بعد ما الخليط بتاعي بقى وسط، مش تقيل ومش خفيف، زي ما انتوا شايفينه كده بالظبط، هحضر بقى صينيه عندي او طبق غويط عندك، حطيت فيه كوبايه من الدقيق ونص كوبايه من النشا، وهنزل عليه بقى بمعلقه كبيره من بهارات الفراخ. بس كده، وهقلب كويس جدا. شايفين الموضوع سهل وبسيط جدا ومش بياخد وقت. دلوقتي بقى الناجتس بتاعي بعد ما قعد في الفريزر ربع ساعة حطيته في الخليط السائل، وبعد كده الخليط الجاف. حضرت طاسة على النار فيها زيت. الزيت يكون درجة حرارته وسط، مش عالي ومش واطي، عشان الناجتس بتاعي يستوي من جوه، ما ياخدش بس مجرد لون من بره. وهقلبه بعد ما يمر 4 دقايق. عايزه اقول لكم بقى ان الطريقه التانية اللي انا بستخدمها برضو احيانا لما بكون بعمل الناجتس، بعد ما بشكل الناجتس ويقعد في الفريزر ربع ساعه بكون محضره كورن فليكس مطحون، بطلعه على طول على الكورن فليكس. واحيانا بقليه اكني بقلي البانيه بالظبط. واحيانا برضو بعمله زي البروستد، بحط دقيق ونشا وبهارات وطبق فيه ميه، انزل في الدقيق والنشا والبهارات والميه، وارجع تاني احطه في الدقيق والنشا والبهارات على الزيت على طول. بس الطريقه اللي انا بعملها بيها دي قدامكم من اقرب الطرق اللي انا بحبها جدا، بتديني نفس الطعم بتاع بره بالظبط. عمل معايا 40 قطعة، يعني كمية كبيرة جدا. ان شاء الله تجربوه وهيعجبكم جدا جدا جدا. طبعا الناجتس اللي بناكله في ماك بتكون التغطية بتاعته ان هم بيحطوه في الدقيق والنشا الاول، وبعد كده بينزلوا في الخليط السائل على الزيت على طول. بس الطريقة دي ما بتبقاش حلوة في التخزين، بس برضو ممكن تجربوها وتشوفوا ايه اكتر طريقة عجبتكم. انا كده اديتكم كل الافكار اللي الناجتس بتقلي بيها، وبس كده. ان شاء الله تجربوه وينجح معاكم باذن الله من اول مره. وبس كده، انا هنا قليت تلت الكميه لانه عمل معايا 40 قطعه، والباقي حطيته في الفريزر. عملت جنبيه بقى صوص سهل جدا، كاتشب ومايونيز ومستردة وصويا صوص وباربيكيو، حلو قوي قوي مع الناجتس. شايفين الطبقه من بره مقرمشه ومن جوه طري جدا. البيكنج باودر مع الكربوناتو بيدوا طراوه غير عاديه للناجتس بتاعك من جوه. جنبيهم الصوص ده بقى مش قادره اقول لكم رهيب. نقدر ناكله طبعا جنب مكرونه بصلصه او نحطه في سندوتشات، ينفع جدا في اللانش بوكس وينفع كمان في النادي. الولاد هيحبوه جدا جدا. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، واكون قدرت اقدم لكم معلومه مفيده بطريقه سهله. وقبل ما اقول لكم مع السلامه، عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي قوي قوي. مع السلامه.